يوم ما أخدت التشخيص إني عندي ADHD الدنيا كلها اختلفت. عارفين زي ما يكون في غشاوة كده أو شبورة اتشالت وكل حاجة بقت أوضح، كل حاجة بقى شكلها باين أكتر، ظاهر أكتر. نظرتي للأمور اختلفت ونظرتي لنفسي، وده الأهم، برضو اختلفت. وانا عندي قوة خارقة، انا ازاي بعرف من اول مرة كده ان الناس دي او انا ما برتاح لهمش، تحس ان انا مش برتاح اوكي. بس في الاخر هم بيثبتوا لي ان انا من الاول المفروض ما اكونش ارتاح فعلا. امتى بقى اكتشفت ان انا عندي ADHD؟ وعايزة اقول لكم ان ال ADHD كانت مأثرة على حاجات كتير جدا في حياتي. ومهم دخلت اخدت قلت لهم انا عايزة اعمل التست ده، ودخلت جاوبت على الأسئلة. النتيجة كانت مذهلة، ADHD باكتساح بقى، كل الأسئلة يعني خلاص كور عالي جدا. فاللي هو ايه مين ازاي. فالمهم من وقتها من 2020 ابتديت بقى يعني أقرأ أكتر عن ADHD. أقرأ كل الريسيرشز، الكتب اللي اتكتبت عن ADHD. ابتديت بقى أدرس كمان الصحة النفسية، المخ بيشتغل ازاي، إيه اللي بيحصل. و ADHD بالذات، لأن في ناس عندها ADHD وطيف من التوحد كمان. كل ما أدرس حاجة ألاقي إن إيه ده، دي مسمعة، إيه ده، دي ايه ده.